بص يا سيدي، زي أي بلد في العالم فيها قصص كتير للمجرمين. سفاحين مشاهير زي رايا وسكينة، وكمان محمود أمين سليمان اللي نجيب محفوظ عمل قصته في اللص والكلاب، ده غير خط الصعيد والتوربيني. لكن في واحد كان مكسر الدنيا 5 سنين الإعلام بيتكلم عنه، سعد اسكندر عبد المسيح، أول معروف بسفاح كرموز. اتولد سعد في اسيوط، وفي ناس بتقول انه اتولد في اسوان. شاب وسيم وشخصيته حلوه بمقاييس الزمن بتاعه. اخوه الكبير كان عنده مصنع وسعد كان شغال معاه. سعد يتعرف على ارمله غنيه ويدخل معاها في علاقه غراميه، وخلاص الدنيا تبقى سداح مداح بين الاتنين. وفي ليله الست تعرفوا المكان اللي كانت شايله فيه فلوسها. سعد يخلص عليها وياخد الفلوس اللي معاها ويطلع على اسكندريه، وبعد ما يوصل اسكندريه يستقر في كرموز ويقعد في حي راغب باشا، وهناك يأجر مخزن للقطن والقماش. المخزن اللي خلال فتره قصيره يبقى مسرح للجرائم بتاعته، ويتحول من مخزن لمقبره، خصوصا للبنات اللي كان بيصطادهم، واللي كان كل 5 أو 4 أيام تختفي واحده ومفيش اثر لاي ضحيه. الشرطه تتفاجئ باللي بيحصل في اسكندريه. الموضوع بقى رأي عام وبدأ الرعب ينتشر في كرموز، ولحد دلوقتي مش معروف اختفت كام ضحيه. سنه 48 يبدأ المجرم يعلن عن نفسه في حي جبريال الشعبي. سعد كان بيقضي ليلته مع واحدة اسمها فاطمة، كان كل يومين بيروح يسهر معاها. فاطمة كانت بتعرف تطبخ، وكمان كان بيقضي معاها ليالي حمراء. وفي سهرة من السهرات فاطمة حكت له عن جارتها الست بامبا، ست عجوزة غنية عندها 90 سنة وعايشة لوحدها. اليوم اللي بعديه سعد بدل ما يطلع على فاطمة طلع على بامبا، خبط على الباب والست فتحت له. كانت فاكراه واحد من عيالها جاي يطمن عليها. سعد كتم نفسها ودخل بيها جوه بيتها، وفي البيت ضربها على راسها بالساطور. الست صرخت فضربها تاني وخلص عليها. خد الفلوس وطلع من الشقة، لقى قدامه بنت صغيرة قطقوطة اللي عايشة مع ست بامبا في نفس العمارة في الدور الأرضي. سمعت صوت الست بامبا فطلعت تطمن عليها. لما سعد فتح الباب لقى البنت واقفة قصاده، ولما سألته على الست بامبا قال لها ادخلي هتلاقيها بتصلي جوه. البنت أول ما دخلت الشقة قام ضربها على دماغها، وافتكر كده إنه خلص عليها، وهرب سعد من البيت من غير ما اي حد يحس باللي عمله. بعد شويه راح واحد من اولاد الست بامبا علشان يطمن على امه، ولقى امه ميته والبنت جارتهم غرقانه في دمها. على طول البنت تتنقل للمستشفى بسرعه، ويتم انقاذها بمعجزه من الله سبحانه وتعالى، علشان لما تفوق تحكي تفاصيل الجريمه وتقول انها شافت السفاح اكتر من مره، خصوصا انه كان بيجي لفاطمه جارتها. الشرطه قبضت على اخو فاطمه وعرضته على البنت اللي قالت مش هو المجرم. الشرطه استجوبت فاطمه عن الشخص اللي كان بيجي لها. فاطمه من اول قلم قالت انه سعد اسكندر تاجر القماش. الشرطه قبضت على سعد في المخزن بتاعه، وسعد ما كانش مدي اي اخوانه، كان مطمن ان مفيش اي حد يعرف الجريمه اللي عملها، وما كانش عارف ان البنت لسه عايشه وبلغت عنه. سعد يتقبض عليه ويتحبس احتياطي، وهو محبوس يجيب محامي شاطر. المحامي قدر يطلعه من القضيه بكفاله ماليه. سعد يخرج من السجن ويختفي لمده 2 لحد ما الناس قربت تنساه، وده ما يعجبش السفاح سعد اسكندر. سنه 1951 سعد اسكندر يتأجر شونة على ترعه المحموديه. اتأجر الشونة دي علشان يخزن فيها البضاعة بتاعته، ويعدي من قصاده تاجر قماش متجول على عربية كارو. سعد ندهله وقال له تعالى اتفرج على البضاعة اللي عندي. التاجر دخل الشونة وقعد على كرسي علشان يعاين البضاعة، ويجي سعد من وراه ويضربه بالساطورة على رقبته، ضربة طيرت راس التاجر. وبعدها سعد يدفنه في الشونة بتاعته. بعدها بشهر كان ميعاد سعد مع آخر ضحية، تاجر حبوب بس قدر يفلت منه، وده بعد ما اتصاب إصابات كبيرة، لكن سعد يجري وراه ويخلص عليه. هنا كان في شاهد عن اللي بيحصل ده. عامل كان فوق عربية نقل محملة، العربية اللي كانت معدية بالصدفة في الوقت ده. العامل يبلغ الشرطة عن اللي شافه. الشرطة تروح للشونة وتلاقي الضحية، لكن سعد كان فص ملح وداب. الشرطة تفتش الشونة وتلاقي حفرة غريبة، حفرة زي ما تكون مقبرة. الشرطة تلاقي جثة متعفنة وكمان عظام آدمية، ومن هنا طلع لقب سفاح كرموز. الخبر اللي انتشر في كل الجرايد وقتها. الناس نسيت الكورة والفن والسياسة، وكله كان مركز مع قضية سعد اسكندر سفاح كرموز. الناس كانت مرعوبة، واسطورة السفاح كانت بتكبر يوم ورا التاني. سعد كان سرق 600 جنيه من اخر ضحية. الشرطة لما دورت على صاحب الجثة لقيته تاجر القماش المتجول، واللي اهله كان بلغوا عنه انه اختفى. الشهود قالوا انهم شافوا التاجر بيدخل الشونة، والشرطة لقت اثار العربية المحروقة داخل الشونة.
والتجار في السوق قالوا ان سعد باع ليهم بضاعة مش معروف مصدرها. الشرطة راحت بيت سعد اسكندر في اسكندرية ولقت عدد من مجلة الشرطة وفي قصص عن ريا وسكينة، وسعد كان مغرم بجرايم ريا وسكينة وكان بيقلدهم في طريقة دفن الضحايا، وده اللي كان بيعمله في المخزن والشونة. سعد قرر انه يرجع يستخبى في بلده، وفي دخلة اسيوط كان في كمين واقف بشكل روتيني. الضابط اللي كان واقف في الكمين شافه وحس ان شكله مش غريب عليه، ولما سأله عن اسمه قال له اسمي جورج عبد السلام. الضابط فضل يتكلم معاه شوية وبعد كده سأله عن اسمه مرة تانية. هنا سعد قال له اسمي جورج عبد الملك. الضابط قبض عليه وقال له انت سعد اسكندر، وبعته على اسكندرية علشان يتحقق معاه. وقف سعد قصاد النيابة، شاب محترم ومؤدب وكل سؤال يتسأله يجاوب عليه. سعد انكر كل التهم اللي اتوجهت له وقال انه كان ليه شريك اسمه حسبه عبد النبي، وده اللي مسؤول عن الجثث اللي كانت في المخزن. سعد طلب من النيابة انها تفرج عنه علشان يساعد الشرطة في القبض على شريكه، لكن النيابة ترفض طلبه ويترمي سعد في السجن علشان تكتمل القضية. في السجن سعد يطلب بنطلون جديد، فمأمور السجن بعت له ترزي علشان يفصل له البنطلون اللي هو عايزه. سعد كان بيحب يفضل شيك وسط المساجين زمايله. سعد يتم إدانته في أكتر من جريمة، خصوصا تاجر القماش والست بامبا، ده غير 7 جثث مجهولين الهوية. يوم الحد 25 فبراير سنة 1953 يتحكم على سعد اسكندر بالإعدام. سعد يدخل غرفة الإعدام في سجن الحضرة في الإسكندرية. سعد اللي كان في دنيا تانية وتقريبا ما كانش متوقع نهايته. سعد مال على الحارس بتاعه وقال انه كان ضحية 3 ستات واصحاب السوق. المأمور سأله السؤال المعتاد اللي بيتسأل لكل مجرم قبل اعدامه، نفسك في حاجة؟ سعد قال له نفسي في سجارة وكوباية مية. سعد شرب المية وسجارته وبعد كده يتم اعدامه وينتشر خبر اعدام سفاح كرموز. بعد موت سعد يتعمل افلام عن قصته، بس يعني كلها كانت افلام تعبانة. ولحد هنا خلصت حلقتنا. لو عجبتك الحلقة ما تنساش تعمل لايك وشير وسبسكرايب للقناة وتفعل جرس التنبيهات علشان يوصلك كل جديد. كان معاكم احمد عوض واستنوني الحلقة الجاية. سلام.